بتنزل بوستات طول اليوم ومفيش ولا تفاعل. بتتعب في الكتابة وفي الآخر محدش بيشوف. وفي صفحات بتنزل نفس المحتوى وبتكبر بسرعة غريبة. طب الفرق فين؟ الفرق إنهم مش بيشتغلوا بإيديهم، هم شغالين بنظام. النهاردة هقولك على أداة لو استخدمتها صح هتخلي الشغل اللي كنت بتعمله في ساعات يحصل لوحده. أهلا بيك في قناة ابدأ صح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا بطل، فيديو النهاردة مختلف شوية، لأننا مش بنتكلم عن فكرة بس، إحنا بنتكلم عن برنامج إحنا عاملينه بإيدينا مخصوص عشان يحل مشكلة ناس كتير جدا في المجال. البرنامج اسمه أوتو بوستر AI، وده ببساطة أداة بتخليك تسحب محتوى من صفحات تانية وتعيد نشره عندك بشكل منظم وذكي ومن غير ما تقعد طول اليوم ماسك الموبايل. خليك فاهم الأول إحنا بنحل مشكلة إيه. أكبر مشكلة بتقابل أي حد شغال على فيسبوك هي الاستمرارية. كل شوية لازم تنزل بوست، وكل شوية لازم تفكر في محتوى، ولو وقفت الصفحة بتموت. تعال أقولك بقى التركاية، بدل ما أنت اللي تجيب المحتوى، البرنامج هو اللي يجيب لك المحتوى. يعني إيه؟ يعني تقدر تحدد للبرنامج مصادر، صفحات، أي مكان فيه محتوى، وهو يسحب أحدث بوست ويجهزه للنشر عندك. مش بس كده، البرنامج كمان بيحاول يمنع تكرار نفس البوست، وبيشيل الروابط من النص، ولو فعلت إعادة الصياغة بيعيد كتابة الكلام بشكل مختلف. يعني بدل ما تنقل كوبي بيست بيبقى عندك محتوى متظبط وكأنه جديد. خليني أبسطها لك أكتر. أنت كأنك عندك موظف شغال عندك 24 ساعة، بيجمع لك المحتوى ويرتبه وينشره. بس استنى، في حاجة مهمة، البرنامج مش بيشتغل لوحده كده وخلاص، لازم تظبطه صح. تعال نخش في الجزء العملي وركز معايا. أول حاجة بتفتح البرنامج وتدخل على صفحة اسمها كامبينز. هتضغط على كرييت أو إنشاء وتبدأ تعمل حملة جديدة. الحملة دي ببساطة هي خطة النشر بتاعتك. هتكتب اسم للحملة وتحدد النيتش، يعني المجال، أفلام، أخبار، رياضة، أي حاجة. بعد كده هتحط رابط الصفحة اللي هتنشر عليها، وده مهم جدا، لازم تكون صفحة انت ليك صلاحية عليها. بعدها هتحط الكوكيز. طيب يعني ايه كوكيز؟ ببساطة دي بيانات تسجيل الدخول بتاعتك، البرنامج بيستخدمها عشان يفتح الصفحة وينشر بدل منك. خليك فاهم، الكوكيز لازم تكون شغالة وحديثة، ولو انتهت البرنامج هيطلب تسجيل دخول تاني. بعد كده تضيف المصادر، دي أهم خطوة. المصادر هي الصفحات اللي هتسحب منها المحتوى. اختار مصادر كويسة، صفحات نشيطة عليها تفاعل، عشان تاخد محتوى عليه طلب. بعد كده تحدد التوقيت، مثلا من 15 دقيقة ل 30 دقيقة. البرنامج هيختار وقت عشوائي بينهم، وده مهم عشان ما يبانش إنك روبوت. وتحدد كمان تأخير بين كل بوست والتاني عشان تحافظ على أمان الصفحة. دلوقتي بقى نخش في الحتة اللي بتميز البرنامج، الإعدادات الذكية. عندك خيار إنك تسحب صور البوست الأصلية أو تخلي البرنامج يصمم تصميم جديد. لو عايز سرعة استخدم الصور الأصلية، لو عايز تميز خلي البرنامج يعمل تصميم. وعندك خيار إعادة الصياغة، وده شغال بشكل محلي مجاني، بينظف النص ويغير صياغته ويخليه مناسب للنشر. وفي كمان خيار المراجعة قبل النشر، ودي بصراحة كنز. يعني إيه؟ يعني البرنامج يعمل مسودة وإنت تشوفها قبل ما تنزل، تعدل، تغير، أو حتى تعيد توليد النص أو الصورة، وبعدين توافق، وساعتها البرنامج ينشرها. بالشكل ده انت ضامن الجودة ومش بتنشر حاجة غلط. بالمناسبة، لو وصلت لهنا يبقى انت كده ناوي تبدأ صح، فما تنساش تشترك في القناة وتديني لايك عشان أعرف إن المحتوى ده مهم ليك. نكمل بقى. في ميزة تانية جامدة جدا، إنك تقدر تضيف تعليق تلقائي بعد النشر. يعني إيه؟ يعني البوست ينزل وبعده بشوية ينزل تعليق فيه لينك أو دعوة لأي حاجة. ودي مفيدة جدا لو شغال في الدايركت لينك أو عايز توجه الناس لمكان معين. بس خد بالك، لازم تظبط وقت التعليق، مثلا 30 ثانية، عشان البوست يظهر الأول. ومن الحاجات القوية كمان إنك تقدر تشغل أكتر من حملة في نفس الوقت. يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى عندك صفحة أفلام وصفحة أخبار وصفحة رياضة، وكل واحدة شغالة لوحدها بإعداداتها. بس خليك فاهم، كل حملة بتفتح متصفح لوحدها، فما تضغطش على جهازك، خصوصاً لو إمكانياته بسيطة. ابدأ بحملة أو اتنين وجرب، وبعدين كبر واحدة واحدة.
خليني أقولك شوية تريكات كده من واقع التجربة. أول حاجة، دايماً فعل سيف مود. ده بيزود التأخيرات العشوائية وبيخلي سلوكك طبيعي أكتر قدام فيسبوك. تاني حاجة، استخدم ريفيو بيفور بابلش في البداية. ما تستعجلش، خلي كل حاجة تحت عينك. تالت حاجة، ما تشغلش تصميم الصور لو مش محتاجه، لأنه بيستهلك وقت ومجهود. رابع حاجة، اختار مصادر كويسة. دي أهم حاجة من أي حاجة تانية. خامس حاجة، ما تعتمدش على برنامج بس، لازم تبقى فاهم المحتوى اللي بتنشره. ومن الأخطاء اللي ناس كتير بتقع فيها إن الكوكيز تبقى بايظة، أو الحساب ملوش صلاحية، أو رابط الصفحة غلط. فلو البرنامج وقف، راجع الحاجات دي الأول. ولو البوست بيتكرر، ده ممكن يكون من المصدر نفسه، فحاول تختار مصادر مستقرة. ولو البرنامج بطيء، قلل الحملات أو اقفل برامج تانية. بص يا بطل، البرنامج ده أداة مش عصاية سحرية، يعني هو هيساعدك بس لازم انت تكون فاهم انت بتعمل ايه. ولو استخدمته صح، ممكن يوفر عليك وقت رهيب ويخليك تركز في الأهم، وهو تكبير الصفحة وتحقيق دخل منها. دلوقتي بقى، البرنامج ده متاح بشكل مجاني لمدة شهر لأي حد مشترك في كورس الدايركت لينك بتاعنا. لو انت ناوي تبدأ صح وتتعلم مش بس النشر، لكن كمان ازاي تحول الترافيك ده لفلوس، هتلاقي رابط الكورس في التعليق المثبت. في النهاية كده، الزتونة، بدل ما تشتغل بإيدك، اشتغل بنظام. أوتو بوستر AI بيساعدك تعمل كده، بس النجاح في إيدك انت. ابدأ وجرب وعدل، وما تخليش الخوف يعطلك. ولو عايز فيديو جاي نشرح فيه إزاي تختار أفضل مصادر تسحب منها محتوى يجيب تفاعل عالي، قولي في الكومنتات. وما تنساش اللايك والاشتراك عشان نكمل سوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.